بعد طول غياب بقى، وبعد ما سألنا كتير، والكرة الذهبية ومين هياخد الكرة الذهبية ومحمد صلاح اللي كسر الدنيا، الفيفا حنت علينا الحمد لله ونزلوا الترتيب المبدئي او المتوقع للعشرة اللي بينافسوا على الكرة الذهبية. مين هم العشرة؟ محمد صلاح، امبابي، رافينيا، فينيسيوس، بيدري، بيلينجهام، لامين يامال. الناس دي يعني معظمهم برشلونة وريال مدريد باستثناء محمد صلاح. طيب انا مش هنتكلم على العشرة باستفسار كده، هنتكلم على نقطتين بس يخصونا. هو محمد صلاح اللي الفترة دي بكل القياسات، بكل القياسات هو الأقدر بيها. علشان بعض الناس اتكلموا معايا في حتة العنصرية، ومستحيل واحد عربي ياخد الكرة الذهبية، ومستحيل محمد صلاح ياخد الكرة الذهبية، ده هيدوها لأي حد ما يكونش عربي وأفريقي ومسلم والكلام من ده. الله أعلم هل الكلام ده موجود ولا لأ، بس احنا خلينا نتكلم كأرقام. لحد دلوقتي انت بتتكلم علشان انا اخد كرة ذهبية لابد ان انا اكون متوج ببطولات، ولازم اكون متوج بجوائز فرديه. جميل. طيب دلوقتي انت هتحط المقارنه ما بين العشر اللعيبه اللي موجودين. محمد صلاح الدوري الانجليزي انا من وجهه نظري هو اتحسم بالفرق ال 13 نقطه اللي ما بين ليفربول وما بين ارسنال. وبعدين بخلص الجوله 27 بفارق مباراه، فالضغوطات كلها نزلت على ارسنال بالتفاصيل. بالدوري الانجليزي لكل الظروف المهيئه هو الليفر هو الاقرب بالحسابات والاحصائيات، هو الاقرب بكتير. طيب ده بالنسبه لاول بطوله، احنا اتكلمنا في بطوله جماعيه كده الدوري الانجليزي. محمد صلاح الهداف الدوري الانجليزي ب 25 هدف بفرق 5 اهداف عن هالاند. اسيست 17 هدف بفرق 7 اهداف او 6 اهداف عن ساكا. فهو افضل هداف، هو اكتر صانع العاب. فعندك دلوقتي 3 مؤشرات هيدوه جائزه فرديه تانية، اللي هو لما اخد دوري انجليزي واخد هداف دوري انجليزي واخد ان انا افضل اسيست او اكتر اسيست، فالثلاث حاجات دول هيدوني ان انا اخد افضل لاعب في الدوري الانجليزي. فبالتالي الدوري الانجليزي هطلع منه بلقب جماعي، 3 جوائز فرديه، هداف، اسيست، افضل لاعب. دول 3، يبقى انا كده معايا من دوري انجليزي بس معايا بطوله بطوله جماعيه و3 فرديه. طيب هدي بغض النظر بقى على الاحصائيات والارقام التانية، اللي هو افضل لاعب، اكتر لاعب هداف في اوروبي في الدوري الانجليزي مع ليفربول، وهو السادس، سادس او خامس هدافي التاريخ في الدوري الانجليزي. الاحصائيات دي كلها ما هنتكلم عن محمد صلاح دي ليه فيديو لوحده ده، بس احنا بنتكلم في الاحصائيه بتاعه الكره الذهبيه. طيب هنتكلم بقى في نقطه، عنده مباراه يوم 16/3 مع نيوكاسل يونايتد في كاس الرابطه. طيب اللي هو قدرنا ان احنا ناخد البطوله دي، يبقى انت معاك بطولتين جماعيين ومعاك 3 جوائز فرديه. طيب انت البطوله اللي بتنافس عليها انهي الثانيه؟ دوري ابطال اوروبا اللي هو هيلعب فيها باريس سان جيرمان في دور ال 16. طيب انا دلوقتي لما اجي اتكلم في دوري ابطال اوروبا، خلاص انا انا بلعب في دوري ابطال اوروبا وانا اوريدي حاصد لقبين جماعيين و3 فرديه. بلعب في دوري ابطال اوروبا ان شاء الله باذن الله ينافس قدر الامكان ونتمنى ياخدها، بس ما تخليناش نسبق ايه الاحداث في دوري ابطال اوروبا، عشان ريال مدريد موجوده فيها وبرشلونه موجوده فيها وهي دربكه. طب خلينا بقى انا افترض ان محمد صلاح ما خدش دوري ابطال اوروبا، او مثلا وصل لنهائي دوري ابطال اوروبا، خليني وخدها برشلونه وفيها رافينيا منافس، او خدها ريال مدريد وفيها مبابي منافس. انا دلوقتي تيجي تقول لي لا انا مبابي خد دوري ابطال اوروبا، كان محمد صلاح ما خدش دوري ابطال اوروبا فمش هياخدها، مش هياخد افضل لاعب بناء على دوري ابطال اوروبا. يعني انت بتجيب دوري ابطال اوروبا قصاد الحاجات التانية اللي محمد صلاح واخدها. طب مبابي هياخد دوري اسباني، هياخد افضل لاعب دوري اسباني، هياخد افضل هداف، اكتر هداف، هياخد افضل اسيست، هل الكلام ده كله مبابي هيقدر ياخد الحاجات دي كلها؟ خلينا نشوف، خلينا نشوف. فاستمرار نفس الفورمه، استمرار نفس الفورمه لمحمد صلاح على السيزون الثامن، ده في حد ذاته انجاز، ده في حد ذاته انجاز. الاصرار ان كل مباراه تلاقي حاجه جديده ده انجاز. محمد صلاح حول اللعبه من الدوري الانجليزي للبلاي ستيشن. خلاص انا بقيت بقى خلاص انا في مباريات ما مش بتفرج عليها، باجي بعد المباراه محمد صلاح جاب جون ولا لا، عامل اسيست ولا لا، موجود. خلاص هو بلاي ستيشن. اللعبه ما بقتش صعبه، اللعبه ما بقتش صعبه. محمد صلاح خلاص هو اتعصر في الدوري الانجليزي، ولسه لو جدد سنتين او 3 لسه في ارقام خياليه هيوصلها. خلينا برضه نسبق الاحداث في النقطه دي. فحته ان هو ما ياخدش ما ياخدش الكره الذهبيه،
انت بتتكلم لا في كاس عالم يفرق في الجوائز، لا في كاس افريقيا يفرق في الجوائز، لا في اليورو يفرق في الجوائز، في دوريات محليه فقط. يعني في يعني ايه زي ما بيقولوا تحمل شخصي، انت وشطارتك. الملعب قدام كسبت. فلو هو ما خدش، محمد صلاح خد افضل لاعب في دوري في العالم السيزون ده، هياخدها امتى؟ باي ارقام وباي احصائيات؟ رودري السيزون اللي فات خد افضل لاعب في العالم، وما خدش الاحصائيات دي كلها، ما عملش بقى الاحصائيات اللي هنتكلم فيها دي كلها، وخد افضل لاعب في العالم. يعني مش مؤشر، يعني هو مش لازم يعني ده. خد بالك احنا ناسيين حاجه، ان هو اصلا هياخد افضل لاعب في افريقيا، فيبقى كده برضه لقب فردي برضه، او انجاز فردي. ده غير كام مباراه في الدوري الانجليزي خد فيها افضل لاعب. فباي عقليه وباي اسلوب. فده بس بالنسبه لحته افضل لاعب في العالم والكلام ده. طبعا في ازاي بيتم التصويت لافضل لاعب في العالم، هنتكلم فيها في فيديو تاني. ازاي محمد صلاح عمل الانجاز ده، او ايه احصائياته اللي في الفورم اللي وصل لها، لها فيديو تاني وتالت. كل سنه وانتم طيبين. حبيت بس ارد على كل اصحابي اللي اتكلموا معايا في نقطه العنصريه والكره الذهبيه، حبيت اتكلم في النقطه دي. كل سنه وانتم طيبين، وكل التوفيق لابن بلادنا محمد صلاح.